اليوم راح اسوي لكم كبسة دجاج سعودية. صدور الدجاج بداية تنزلون صدور الدجاج، تنزلون عليها زيت، نزل عليها ملح، بصل شرايح كبار، وتنطين حمسة. هسه حمسنا البصل مع الدجاج كل زين، نزل عليه الملح، هسه ذبل ويانا البصل مع الدجاج وريحها طيبة، نزل عليه شنو؟ الفلفل. الدجاج للسلقونة بدون سلق، نزل عليه بهارات الكبسة، رشة قليلة من بهارات الكبسة، ثومي، بهارات جذر تضيفون عليه شي قليل، نزل عليه اللبن، والزبادي الروب. قامت تغلي ويانا شرايح من الطماطم مكعبات، هسه نمزجهم كلهم مع بعض. هسه نزلناهم كل هذا، راح انزل عليه تمن بسمتي، نزلت عليه 3 كوابة تمن. احتاج المي يغطي التمن، هو الرز يغطيه، يعمل شنو تطلع ويانا ممتاز. هسه خل تستوي ويانا كبسة السعودية ونرجع لها. وهسه رجعنا على الكبسة، هسه استوت ويانا الكبسة وصارت جاهزة. نقول بسم الله، وراح اقدمها لكم. هاي الكبسة قدمتها لكم، وشنو رايكم بيها؟ كبسة دجاج الحين ندوخ وياكم. باعوا شلون دجاج مستوي، ضفنا لبن، تفضلوا يعني. طبعا ما اوصفكم على الطعم، انصحكم تجربونها، ومع السلامة.